بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن ماتش الاهلي والداخليه. واضح جدا ان النادي الاهلي اداؤه في الفتره الحاليه في دروب في اداء النادي الاهلي. مش قادر النادي الاهلي يعني يعمل التوازن ما بين بطوله افريقيا وبطوله الدوري. يعني حتى مباراه الداخليه النهارده الاهلي مش في مستواه. في تغييرات كتيره جدا في التشكيل طبعا بسبب الاصابات والروتيشن وكل حاجه. لكن في لعيبه دلوقتي لما بتغيب من النادي الاهلي بتفرق في شكل النادي الاهلي واداء النادي الاهلي. يعني حسين الشحات لما بيكونش موجود بيتاثر النادي الاهلي هجوميا بشكل كبير جدا جدا جدا. ان حسين الفتره اللي فاتت عامل ماتشات كويسه جدا، ويمكن هو اللاعب الاميز في النادي الاهلي، هو واحمد عبد القادر. كمان كهربا لما ما بيلعبش بيبقى النادي الاهلي متاثر هجوميا. ان كهربا دلوقتي يعتبر افضل مهاجم صريح موجود في النادي الاهلي. هو كهربا بيلعب في مركز المهاجم. النهارده كان كويس جدا، يمكن الهدف الوحيد اللي احرزه الاهلي النهارده كان كهربا. لكن واضح جدا زي ما قلت لكم ان في لعيبه لما بتغيب اداء الاهلي بيتاثر. علي معلول النهارده طبعا بيريحه كولر عشان يقدر يلعبوا المباراه القادمه مع القطن الكاميروني، وكان لاعب الماتش اللي فات امام سان داونز. فبالتالي الاهلي الامور مش مميزه. قفشه كمان لما بيقعد احتياطي الاداء ما بيبقاش كويس. لسه احمد القندوسي مش قادر يعني، او لسه بقى له ماتشين، فما نقدرش نحكم على مستوى. لسه ما انسجمش مع الفريق، مش عامل الاضافه الهجوميه بتاع لعيب نص الملعب. فواضح ان النادي الاهلي في الفتره الحاليه في دروب كبير في الاداء، خصوصا بعد انتهاء بطوله كاس العالم للانديه. ان النادي الاهلي كان في كاس العالم للانديه في اعلى تركيزه، في اعلى معدلاته البدنيه والفنيه. والنهارده الاداء بصراحه كان سيء جدا امام الداخليه. والداخليه ب10 لعيبه يا جماعه قدر يتعادل مع الاهلي. يعني بعد طرد لاعب الداخليه النهارده الداخليه تعادل، ودي مشكله كبيره جدا. وكان مشكله كبيره للاهلي يعني. وكان الداخليه هيكسب، كان في كورتين بعد الهدف ضيعهم فريق الداخليه، ضربه راس وكره يعني شبه انفراد. كان ممكن الداخليه يكسب الاهلي النهارده ب10 لعيبه. طبعا شفنا الاداء طول المباراه، الاهلي ما وصلش كتير لمرمى الداخليه. انتوا عارفين كابتن علاء عبد العال من نوعيه المدربين اللي بيقفل الملعب بشكل كويس جدا واشتغل على الهجمات المرتده. الشوط الاول كان شوط سيء جدا للاهلي النهارده. طبعا طول ما النتيجه تعادل فهي لصالح الداخليه، ان الداخليه جاي عايز يتعادل مع النادي الاهلي. وكمان الداخليه طمع في الاهلي وهو ناقص، يعني طمع في النادي الاهلي وكان ممكن يكسب زي ما قلت لكم. طبعا شفنا الهدف كمان اللي احرزه الداخليه النهارده خطا واضح لرامي ربيعه قلب دفاع النادي الاهلي. اللي هقول لكم برضو يعني مفاجاه كده على كولر، ان هو فيه عايز يستبعد 4 لعيبه. بس بعد ما اخلص كلامي على المباراه، طبعا رشيد احمد مهاجم فريق الداخليه استلم الكوره ولف برامي ربيعه لفه كامله لغايه ما بقى وشه للمرمى وقدر يسجل هدف. طبعا خطا ساذج من رامي ربيعه، لعيب بحجم رامي ربيعه وبخبراته ما ينفعش في التوقيت ده يترقص بالشكل ده جوه ال 18. واضح كمان الفتره اللي فاتت الاهلي عنده مشاكل في قلب الدفاع. يعني يمكن معظم الاهداف اللي بتيجي في النادي الاهلي كلها من قلب الدفاع. ويعني حتى في كاس العالم للانديه في ماتش ريال مدريد وفي ماتش فلامينجو، في ماتش الهلال السوداني كانت كوره ثابته، في ماتش سان داونز كورتين من القلب. ففي مشكله لازم كولر يقفلها بشكل كويس جدا، عشان لو الاهلي عايز يكمل في بطوله افريقيا لازم يعالج المشاكل اللي موجوده في خط الدفاع. عشان طبعا لسه عنده ماتشات صعبه. ماتش القطن الكاميروني ان شاء الله الاهلي هيعديه، لكن عنده بعد كده سان داونز وعنده الهلال هنا في مصر، ماتشات صعبه جدا. فواضح ان في بعض المشاكل الفنيه في فريق النادي الاهلي. لما قفشه بيقعد، لما حسين الشحات ما بيكونش موجود زي ما قلت لكم بتقل الفاعليه الهجوميه. النهارده كمان احمد عبد القادر مش موجود. الاهلي لعب ببيرسي تاو وطاهر محمد طاهر. تركيبه حسين الشحات مع احمد عبد القادر مع وجود كهربا كمهاجم او حتى محمد شريف بتفرق بشكل كبير. النهارده الاهلي ما وصلش كتير لمرمى الداخليه، ان الشحات كان قاعد احتياطي، علي معلول كان قاعد احتياطي، سوري الشحات كان مصاب مش موجود خالص، قفشه اللي كان قاعد احتياطي. ودي اللعيبه اللي بتلاعب النادي الاهلي. وزي ما قلت لكم لسه القندوسي مش قادر يلعب الدور بتاع قفشه. القندوسي لعيب كويس وكل حاجه، لكن لسه الراجل جديد على الفرقه ما انسجمش بشكل كبير او ما اظهرش امكانياته لسه مع الاهلي. مباراه النهارده امام الداخليه انذار خطر
للاهلي قبل ماتشات افريقيا، وبالتالي في بعض المشاكل الفنيه اللي موجوده في الفرقه انا اتكلمت فيها النهارده، وابرزها طبعا مشكله قلب الدفاع، وطبعا كمان النواحي الهجوميه في الاهلي لما في لعيبه معينه بتغيب، زي ما قلت لكم حسين الشحات او قفشه ما بداش او احمد عبد القادر مش موجود، عدم وجود كهربا في الماتشات اللي موجود فيها على طول بيسجل. شفنا الماتشات اللي فاتت كولر برضو كان بيلاعب بيرسي تاو مهاجم وما عملش حاجه في معظم الماتشات اللي لعبها، والاهلي كمان خسر لما بيرسي تاو لعب في ماتش الهلال السوداني، خسر الاهلي وبيرسي تاو ما قدرش يقدم الدور الهجومي. النهارده لعب كهربا سجل، لعب في ماتش اسوان كهربا سجل، فلازم كهربا يكون موجود كاساسي، ولازم تحته حسين الشحات وعبد القادر وقفشه. دي التركيبه اللي الاهلي بينجح بيها، ولازم يعالج طبعا يعني منطقه قلب الدفاع ان فيها مشكله كبيره جدا، واحنا اتكلمنا في القصه دي. عايز اقول لكم بقى خبر ان كولر في 4 لعيبه مش محتاجهم في الفتره القادمه. في 4 لعيبه كولر طلب من الاداره او قال لهم انا مش في حاجه اليهم. رقم 1 رامي ربيعه، رقم 2 ايمن اشرف، رقم 3 شادي حسين، رقم 4 برونو سافيو. دول 4 لعيبه في النادي الاهلي كولر قال لاداره الاهلي انا مش محتاجهم. لكن اداره الاهلي هتعمل ايه؟ اداره الاهلي هتستنى لنهايه الموسم تشوف كولر هيمشي ازاي مع النادي الاهلي. لو كولر هيستمر في الموسم القادم، اداره الاهلي مش هترغب، يعني مش هتلبي رغباته. ولكن لو كولر هيكمل في الموسم القادم، طبعا حسب النتائج في افريقيا وحسب النتائج في الدوري، هتضطر اداره الاهلي تلبي رغباته. في 2 مؤكد ان هم هيمشوا خلاص، يعني برونو سافيو ورامي ربيعه، دول 2 من ال4 اللي كولر قال انا مش محتاجهم. ولكن الاهلي مش هيقدر يمشي ايمن اشرف. ايمن اشرف من اللعيبه المهمه في النادي الاهلي حتى لو ما بيلعبش في الفتره الحاليه لعدم اقتناع بيه كولر. ومش هيقدر يمشي شادي حسين، ان شادي حسين لسه جاي من سيراميكا، الا بقى لو هيعمل للنادي الاهلي تبادل مع سيراميكا في الموسم القادم، ان هو ياخد احمد ياسر ريان ويرجع شادي حسين مره اخرى لنادي سيراميكا. في 4 لعيبه كمان عقودها هتخلص في نهايه الموسم الحالي. حسين الشحات، والاهلي اتفق معاه على التجديد ب 10 مليون جنيه، وهو نفس رقمه او نفس قيمه عقده اللي بياخدها في النادي الاهلي دلوقتي. الاهلي مش هيزود عقود حد، يعني هيحاسبهم بنفس القيمه اللي هم بياخدوها دلوقتي. رامي ربيعه زي ما قلت لكم برضو عقده هيخلص، وبنسبه كبيره الاهلي مش هيجدد له، هيرحل. محمود متولي الاهلي هيجدد له وقيمه عقده 8 مليون جنيه عقده الحالي، وعقد جديد برضه هيبقى 8 مليون جنيه في الموسم. دول اللعيبه اللي عقودهم هتنتهي مع النادي الاهلي. وايمن اشرف برضه عقده هينتهي، لكن الاهلي زي ما قلت لكم هيجدد لايمن اشرف، الا بقى في حاله بقاء كولر الموسم القادم هيضطر النادي الاهلي يمشي ال4 لعيبه اللي هو كولر مش محتاجهم، زي ما قلت لكم برونو سافيو، رامي ربيعه، ايمن اشرف، شادي حسين. دول ال4 لعيبه اللي مش محتاجهم كولر. نتمنى التوفيق للاهلي في افريقيا ان شاء الله. الماتش الجاي ماتش في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي. قلت لكم الاهلي هيسافر الى الكاميرون، وبعدين يسافر الى جنوب افريقيا عشان الماتشين اللي جايين في يوم السبت اللي جاي. الاهلي هيلعب يوم السبت اللي جاي مع قطن الكاميروني في مصر، وبعدين هيسافر الاهلي الى جنوب افريقيا يلاعب سان داونز، بعدين هيرجع من جنوب افريقيا على الكاميرون عشان يلاعب فريق القطن الكاميروني في الكاميرون. ماتش القطن الكاميروني، ماتش سان داونز هيبقى يوم 11 مارس، وماتش القطن الكاميروني في الكاميرون. الاهلي مش هيرجع مصر، هيطلع من جنوب افريقيا على الكاميرون، هيبقى يوم 17/3 ان شاء الله. بالتوفيق للاهلي في افريقيا، بالتوفيق ان شاء الله كمان للزمالك في بطولة افريقيا الحالية، والمباراة القادمة للزمالك امام الترجي التونسي. ان شاء الله الزمالك يوفق. لكن اداء الاهلي النهارده امام الداخلية انذار وجرس انذار للاهلي والكولر ان في مشاكل كتير فنية موجودة في النادي الاهلي، لازم يعالجها قبل ما يرجع تاني يلعب في افريقيا، والماتشات القوية بقى مع سان داونز ومع القطن الكاميروني في الكاميرون، وماتش الهلال العودة هنا هيكون في مصر ان شاء الله. بشكركم ونتقابل على خير.